السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف مع بعض إيه الفرق ما بين الكلاينت سايد والسيرفر سايد. وإن شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ على طول في البريك بتاعتنا اللي هنفهم فيها النكست جي اس إن شاء الله. أول حاجة عشان نعرف الفرق ما بين الكلاينت سايد والسيرفر سايد، إحنا عملت حاجة بس كده إيه تفهمنا إزاي، تفهمنا يعني نشوف الداتا بتتعرض إزاي في الكلاينت سايد والسيرفر سايد. فعلى طول من غير اي مقدمات هنخش مثلا على الكلاينت سايد ونشوف، هتلاقي في الاول كده بيحصل ايه، في لودنج بسيط كده بيحصل. ماشي. هنرجع تاني للسيرفر سايد، هتخش عليه هتحس ان الداتا كأنها معموله، مفيش اي حاجه كأنها موجوده اصلا. مفيش لودنج، مفيش اي حاجه، هي مجرد بس إن الصور هي اللي بتتحمل لحظيا بس. لكن هنيجي نخش هنا مثلا عشان نشوف الانجن بتاع جوجل او مايكروسوفت او اي حاجه من الحاجات دي بيشوف الموقع ازاي. هنخش على النتورك في السيرفر سايد، هنعمل ريفرش، هتلاقي على البيج اهي. هنخش هتلاقي هو بيقرا الكلام ده، البريفيو بتاعه ده اللي هو بيشوفه، يعني هو ده الكلام اللي هو بيشوفه. ماشي. هو بيشوف الكلام ده قدامه، يعني هو الكلام اكنه ستاتيك، اكنك انت كاتبه ب HTML. فاهمني؟ يعني انت كاتبه كده رص ورق تحت بعض، هو شايفه كده. طب نخش بقى على الكلاينت سايد. نخش على الكلاينت سايد، نعمل ريفرش ونخش على الكلاينت سايد. هتلاقيها صفحة بيضاء، مش قارئ أي حاجة. ده ليه؟ هتلاقي عشان إن السيرفر سايد بياخد البيانات يعملها في السيرفر، بيعمل صفحة HTML ويبعتها للمتصفح. لكن الكلاينت سايد بيستخدم الباندل، فبيجيب الداتا. أول ما المتصفح يبتدي يجمع الويب سايت بتاعنا بيروح يجيب الداتا، فعشان كده الداتا ما بتبانش. ماشي. ده حاجة إيه بسيط كده حبينا إيه نفهم. فنيجي مثلا نشوف إحنا عملنا إيه في البتاع، في البروجكت بتاعنا. هنلاقي إن إحنا عملنا حاجة اسمها إيه، عملت البيج وعملت الكلاينت سايد والسيرفر سايد. ماشي. وعملت صفحة سميتها اسمها السيرفر. جبت داتا من الاي بي اي ديت، بحثت عن اي بي اي جبت منها داتا للبرودكتس. بعد كده عرضتها في السيرفر. عرضتها بالشكل ده. ماشي. عملت لها بيتش عادي وبعد كده قمت جاي عرضه في الكلاينت سايد. عملت ايه اللي احنا عارفينه كله، ان انا رحت سميت، عملت في الصفحه من فوق يوز كلاينت، يعني احنا مش اليوز كلاينت ده وعملنا سيف. هتلاقي بيقول لك ايه، ان انت شغال باليوز افكت واليوز ستيت، لازم تحط يوز كلاينت في الصفحه من فوق عشان تقدر تستخدم الكلاينت سايد. فنقول له ماشي يا عم هنعملها. عملناها وبعد كده قمت عامل ستيت، ده حاجه ده رياكت عادي. عملت له فيتش واكنك تكتب كومبوننت عادي رياكت. حصل ايه الفرق ما بين بقى الكلاينت سايد والسيرفر سايد؟ الكلاينت السيرفر سايد انا ما اعرفش استخدم فيه ايفنتس، يعني ما اعرفش مثلا اجي هنا واسمي واعمل بطن واكتب في البطن ده ايه سي هالو مثلا. وبعد كده اروح اكتب هون كده الايفنتس دي هيدينا ايرور دلوقتي مثلا. نروح للسيرفر سايد، هتلاقيه بيدينا ايرور دلوقتي يقول لك ايه، ما ينفعش انك تستخدم ايفنتس جوه السيرفر سايد. لكن احنا لو خدنا ديت ورحنا للكلاينت سايد، وضغطنا زي البطن ده سي هلو، ورحنا للكونسول، هتلاقي ايه طبع لنا هلو عادي. فاذا الايفنتس عاوزين نستخدمها، فبنستخدمها فين؟ في الكلاينت سايد. فاحنا دلوقتي مثلا عندنا وليكن برودكت كارد البرودكت معينه، وعاوزين نضيف فيها مثلا بطن باسمه اد تو كارت. عشان نعمل الحوار ده فاحنا مثلا عاوزين الداتا تبقى ستاتيك معانا، وان السيرفر يقرا يجيبها يعملها كاز اتش تي ام ال ويبعتها على طول للمتصفح عشان يشوفها، ونحسن من السي او واهم حاجات في الموقع. فبنعمل ايه؟ فبنستخدم الجزئيه بتاعت اد تو كارت فين؟ في الكلاينت سايد، والباقي بنستخدمه في السيرفر سايد عشان نقدر نستغل الميزه بتاعتنا الجباره اللي هو السيرفر سايد. ودي كانت مقدمة بسيطة كده عن السيرفر سايد والكلاينت سايد. إن شاء الله في الفيديو ده هنبتدي على طول في البلوك بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله.